السلام عليكم الاخوان، كيف نتوما؟ بخير مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم. اليوم معنا كما العاده لعبه اتحاد طنجه، واحد بارديدو مهم، بارديدو اللي 3 النقط ديالو غيخليونا في القسم الاول. اليوم لعبه اتحاد طنجه كونترا نهضه الزمامره برسم الجوله 26 من بطوله الانحرافيه 2026، وجينا نتفرجوا كما العاده، وان شاء الله مربوحه، وان شاء الله بارديدو يدوز مزيان. وكما قلت لكم 3 النقط ديال هذه المباراه هذه غتخلينا رسميا في القسم الاول. بارديدو ملعوب نهار الاحد في 3 وقيله كطرنن. هاد الاجواء فكروني في القسم الثاني باش كنا كنلعبوا تما ضد الجمعيه السلويه. هذه من جهه، ومن جهه ثانيه هاد اليومين ناضت واحد الروينه والبلباله في مواقع التواصل الاجتماعي. كان البطل ديالها هو المكسب ديال اتحاد طنجه، وكان سبب مباشر في مقاطعه الترا هيركوليس بارديدو دراجه برسم الجوله 28، حيث المكسب خرج بواحد البلاغ كيهدد فيه الجمهور الطنجاوي، وخرج في هذا البلاغ كيقول فيه باللي اللي ما قطعش التيكي ديال هاد بارديدو هذا ديال الزمامره ما عندوش الحق اولا ما يخليوهاش يقطع التيكي ديال بارديدو دراجه. كاين واحد المثل كيقول: لم أمت عندما تلقيت الرصاصة، بل مت عندما رأيت من أطلقها. الله عليك. ما كاينش شي قانون في العالم كيبزز على اي مشجع يقتني تذكارات بارديدو معين باش يكون عنده الحق يدخل يتفرج في بارديدو اخر. الجمهور حر، ما كيتلقاش الاوامر من شي مكتب، وعنده الحق يدخل يتفرج في اي مباراه بغا، والملعب مكان عمومي وديال الجميع، والجمهور ما كيدخلش جميع المباريات لعده اسباب معروفه، منها البرمجه، الحاله الاجتماعيه، لا يحسن العوان كل واحد، وعده اسباب اخرى. الناس لعب على بطوله وعندهم كامبو خاوي وما عملوهاش. حنايا عندك نطيحوا، جبنا 4 انتصارات، وقال لك شري التيكي ديال الزمامره باش نعطيوك دراجه. ما عارفينش بلي حنايا الطموح ديالنا ماشي هو ضمان البقاء، الطموح ديالنا هو تحقيق الالقاب. دائما كنقولها لكم في الفيديوهات، البطوله وكاس العرش ماشي مشاركة إفريقية. كنت جالس مع ليا ما بيا هاني مرتاح مع راسي، جاتني واحد الترفيقه بهذا البلاغ هذا وخلاتني غير كنفكر. ما عارفينش بلي حنايا ملي بدينا كنشجعوا الاتحاد كانت في القسم الثاني، والجمهور هو راس مال الفريق وليس ماله فقط. وعندنا رقم قياسي كاكبر حضور جماهيري في القسم الثاني، ماشي بارديدو واحد بل عده مباريات. بغيت نعرف شكون طاحت عليه هذه الفكره هذه وشكون وافق عليها، واش الرئيس في خبارو هذا الشيء هذا ولا. نعطيكم الراي ديالي في هذا الشيء هذا. من خلال النظره ديالي عرفت بان المكسب بغى يسوق بارديدو الزمامره ويحفز الجمهور، ولكن ما عرفش كيفاش يوصل الفكره. بغاو يضحكوا معنا، صدقوا ضحكوا علينا المغرب كامل. كل شيء بدا كيدار على هاد التمجنينه هذه اللي عمرها شي اداره شي فارق في العالم عملاتها. صراحه تسويقيا نجحوا، حيت جميع الصفحات المغربيه تشفوا فينا، وفئه قليله اللي تعاطفت مع الجمهور الطنجاوي وقالوا لكم باللي راكم حقرتوا طنجاوه. خصهم يعرفوا باللي الجمهور الطنجاوي غير راضي على هذه النتائج واخا ضمننا البقاء. دائما كنقولها في فيديوهات، الجمهور الطنجاوي الطموح ديالو هو يحقق البطولات والالقاب وماشي ضمان البقاء. حشومه مدينه بالحجم ديال طنجه تبقى تنافس على ضمان البقاء في كل موسم. زائد واحد الحاجه، الا لاحظتوا جميع فيديوهات ديالي دائما كنقول باللي خصنا نتحدوا بجميع مكونات الفريق، كاداره كجمهور كلاعبين. دائما نتحدوا. كيفاش نتحدوا ضد جميع الفرق الوطنيه ماشي ضد بعضنا. كاين اللي قدم الاستقاله ديالو بحال نائب الرئيس واقيلا، ما متاكدش. اللي عارفه الاخوان هذه المعلومه يخليها لنا في التعاليق، واللي شاف راسو ما بقيتش بشي مهمه غير ينزل السوارت ويهني راسو. وغنختم هذا الموضوع بواحد الحاجه اللي هي بركه من الاستحمار ديال الجمهور اللي كيضحي بالغالي والنفيس على قبل الفرقه ديالو من خلال التنقلات والحضور الجماهيري في كل موسم، قبل ما تكونوا لا نتوما لا اللي قبل منكم. وفي الاخير الاداره نزلت بواحد البلاغ كتعتذر فيه من الجمهور واعترفت بالخطا ديالها، واخا حتى دابا واخا فات الفوت. شنو يبان لكم الاخوان؟ الله يسامح، المسامح كريم. انا بالنسبه لي الله يسامح. خليوا لي الراي ديالكم في التعاليق وشنو يبان لكم في هذا الشيء هذا. شكرا بزاف الاخوان على السيبورت ديالكم وعلى الدعم ديالكم، لي لايك لي كومونتير، شكرا من القلب. صراحه التعاليق كاملين ايجابيه وكنجاوب عليهم كاملين، شكرا من القلب الاخوان. وفي الاخير كنعتقد بان المجموعه ديالنا في هذا بارديدو هذا غتعلي شي ميساج ترد فيه على ديك البلاغ اللي خرج به المكتب. واش بصح ولا لا؟ هادشي اللي غنعرفوا في هذا الفيديو هذا، وخليكم معنا الاخوان وعيشوا الاجواء. تحياتي. اخوان كنحيوا هذا الصديق هذا
شنو ديالك؟ عبد الله. شحال كتوقع النتيجه الفاضيه؟ 2-1. انا 2-1 الخاف ان شاء الله مربوح. الله يعز اخوان. حنايا في محيط الملعب كما العاده، مربوحه ان شاء الله ب2-1. اتحاد طنجة كونترا نهضة زمامرة، مرسم الجوله 26 الاخوان، ان شاء الله مربوحه. تحياتي. هذه باب الكورفا، انا ندخل من باب اخر الليل، دائما كندخل اتجاه الليل. احنا الاخوان علينا نقربوا، خليكم معنا وعيشوا الاجواء. 3 كنقسم دابا الاخوان وقيله كطرنن عرقنا صاحب. والله الا الاجواء ساخنه جدا. ان شاء الله مربوحه ب2-1 كما قلت لكم. تحياتي. ازدياج الحاجز الاول بنجاح. بارديدو بدا 3 دقيقة. نطلعوا مع الدروج هادو الاخوان ونجبروا راسنا في الكامبو ان شاء الله. مربوح. الدراري باش دخلنا جبالنا بلاصه. دخلنا الاخوان بارديدو بدا والصداع في الكامب. هنايا فوق انا نهود من تحت، كل مره كنشبر لكم شي بلاصه في شكل.
نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-2 بين اتحاد طنجة ونهضة أتلتيك الزمام.
بينالتي بينالتي الحمد لله. الزود الحمد لله تحقيق البقاء، 3 نقاط رسميا تحقيق البقاء في القسم الاول. عقبال العام اللي ما جي لعبوا على بطوله ان شاء الله، وهذا العام هذا باقي كاس العرش ملعوب في يدنا ان شاء الله، ان شاء الله نجيبوه وان شاء الله ما يكون غير الخير. تحياتي يا الاخوان، فيبا الدراري.
اخوان تلا بارديدو بفوز مهم لاتحاد طنجة على نهضة زمامرة بهدف لصفر. الحمد لله بهاد 3 نقاط، الحمد لله 3 بوان، الحمد لله الحمد لله بهاد 3 نقاط كنضمنوا رسميا البقاء في القسم الاول. الحمد لله على هاد 3 نقاط. هنا كنسالي الفيديو بلاصه من بديتها كنساليها، ونتمنى في قادم المناسبات نكونوا افضل باذن الله، والسلام عليكم.